انا عاوز ابقى معلم قبل ما ابقى صبي. كل الجيل اللي طالع مركز على الفينش لاين. ايه اللي حصل؟ فتح عينه لقى موبايلات ولقى ناس عماله فاتحه مشاريع هنا وبيسافر تلف العالم هنا. ازاي حد ممكن يقلب هوايته لمصدر دخل؟ لا غنى عن الدراسه مهما كنت موهوب. هو مين اللي راح دور على المعلومه؟ زي جاب اللي انا بذاكره امبارح مش هخلص ال6 سنين دول واقلبهم كده؟ بعد ما طلع عين اهلي يبقى مش هي دي. الفرق بينك وبين اي حد وصل لاي حاجه ايه؟ كان يو سستين. شايف نفسك نجم، كلنا شايفين نفسنا نجوم، الواقع ايه؟ صح. والله الشهره كانت سبب تعاسته. بقى انا مبسوط قوي ان انا قاعد معاك دلوقتي. انا مبسوط اكتر ان انا قاعد معاك، ومبسوط اكتر واكتر بالكرسي. ليه؟ والله العظيم الف مبروك، ده مبدئيا. الله يبارك فيك. تاني حاجه الكرسي ده يعني مش بيحل مشاكل الظهر بس، ده احسه يحل مشاكل حياتك كلها. بصراحه مش عايز اقوم وعايزه يبقى معايا دايما، والله بجد. تحس ان الدنيا جميله. يا مش عايز حاجه من الدنيا. بالظبط. تمام. بقى انا بجد مبسوط قوي لان انا دلوقتي هقعد استفرد بيك. انا معاك، طالما الكرسي معانا انا معاك. خلاص آه. يلا بينا. يلا بينا. شوف انا حابب اعرف ازاي حد ممكن يقلب هوايته لمصدر دخله. ايه اللي حصل؟ يعني مش هطول عليك، احكي لك 10 11 سنه كده. ماشي. اوكي. طيب هي مشكله الموضوع ده ان هي ملهاش كتالوج وملهاش ضمانات، بس ليها فريم انا طلعت بيه من الرحله. يعني رقم واحد، انا بشوف ان دلوقتي الجيل اللي طالع بالذات مستعجل في حته. انا عاوز ابقى بالبلدي كده، انا عاوز ابقى معلم قبل ما ابقى صبي. يعني عاوز ابقى فاوندر وكو فاوندر قبل ما ابقى موظف عادي جدا. فبشوف فيها ان ما ينفعش فيها حته استعجال، بالذات لو انت الموضوع فيه موهبه، مش شغلانه تانية وخلاص او بتشفت كارير، لا شغال بموهبتك. لا غنى عن الدراسه مهما كنت موهوب. لا غنى عن البراكتس مهما كنت شغوف بالحاجه. لان الحاجات اللي انا بقولها في الاول دي بتخلص، لكن الدراسه مش هتخلص. والبراكتس انت تفضل تكيب انك تعمل الحاجه كل يوم برضو عمره ما هيخلص. لكن شغفك ممكن يقل. و حته ان انا يعني غير ان انا نفسي في الحاجه، حته ان انا موهوب، برضو موهبتك حاجه نسبيه جدا. ممكن حد يشوفك 100%، حد يشوفك 10%، حد يشوفك 20%. ايه اللي هيقوي ده؟ الدراسه. فانا بحب مثلا الفتنس، وبحب بحب الرياضه. وبعدين هتبقى بتمرن وانت مبسوط، وهتعرف تنقل الانرجي بتاعتك للناس. بس لو مفيش الحاجه بيزد اون ساينس هتقع، وهيجي وقت وهتزهق او تمل من اللي انت بتعمله مهما كنت بتحبه. مهما كنت بتحبه. يعني انا قعدت اذاكر عن موضوع تجديد الشغف ده. اوكي. انا كنت بعامله معامله الباقه كده، ان هي بيجي وقت وبتخلص، فانت ازاي بقى تشحن ازاي. ف اكتشفت كل العلماء وكل الخبراء وكل الناس اجتمعت، المذاكره بالحاجه اللي بتحبها بتجدد الحاجه، بتجدد احساسك بالحاجه. وعلى مدار 10 11 سنه في مجال الفتنس، مش هقول كل سنه، كل يوم في جديد. فلو انت عشت بنفس الكونسبتس ونفس الحاجات اللي كنت بتقولها للناس من 10 11 سنه، تبقى جده. هتبقى الناس خلاص بقى انت قديم قوي، لان الناس بتسبقك. صح. دلوقتي يا طارق السوشيال ميديا والحته ان انا اي حاجه اسيرش عليها، والاي اي دلوقتي سهل جدا اخش على الاي اي اقول له عايز سترينث بروجرام لبرو اثليت 3 ايام في الاسبوع، تن 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 احسن من 100 مدرب، او زيك زي 100 مدرب، مش هقول لك احسن. اوكي. من كذا شهر دخلت يعني امتحان مع اي اي. عمرو فاوندر الاب اللي انا فيه دخلني تيست مع الاي اي، مش في السرعه بس في الدقه بتاعه البروجرامينج. يعني بيجيب لي كيس ستادي بتاعه طارق، شاب رفيع عنده حاجه 30 سنه، بيشتغل 12 13 ساعه في اليوم. المهم بيحكي لك ظروفه وطلع بلان لطارق. بلان تمرين. اوكي، حلوه دي. فانا كبهاء انبهرت بالاي اي في حاجات، ان هو ازاي جاب اللي انا بذاكره امبارح، ازاي طلع
حاجات ميثودز لسه مذاكرها الاسبوع ده، فده يخوفك بس في نفس الوقت يطمنك ان انت ماشي صح، انا ماشي اب تو ديت يعني. صح، علمك متقدم وعارف العلم بتاع التمرين انت مش مذاكر الاسبوع ده، انت هتبقى في حته وهو في حته. صح. وهو ده الفرق بيننا وما بين الناس اللي بنقول اجانب. انا جايب بروجرام من بره مصر. انا جاي بالمناسبه المنتور بتاعي اسمه ماركوس فيلي، ده كروسفيت جيمز اتليت، ده شخص بطل عالم في الكروسفيت يعني. وبعد ما طلع معاش زي ما بيقولوا، عمل ايه؟ عمل ميثود اسمها فانكشنال بودي بيلدينج. هو بيميكس الكروسفيت بالجيم، نفس الكونسبت اللي انا ماشي بيه يعني، نفس الكونسبت بتاع البروجرامنج اللي انا بمرن الناس بيه. حلو. بيميكس الحاجات من الاخر عشان برضو الناس تبقى فاهمه. الحاجات اللي بتشتغل على الصحه العامه performance، الحاجات اللي بتشتغل على performance وادائك الرياضي، بالحاجات اللي بتشتغل على شكل جسمك. يعني بترفع، ما بين الاثنين. بتشيل اوزان بس في نفس الوقت جسمك بيبقى شكله حلو. بالظبط. يعني بتقدر تنط وتجري وصحتك حلوه، الفتنس ليفل بتاعك كويس. صح ان انت الصحة بتتحرك. يعني. اوكي ان اوكي. الكروسفيت مم. هي رياضه بيرفورمانس مش رياضه شكل. مش هبقى زي بيج رامي؟ لا خالص. يا خساره. يعني بيج رامي لو لعب كروسفيت هيخس في اسبوع. دي رياضه ودي رياضه. رياضه ودي رياضه، بس هي الناس بتخلط عشان نفس التولز. ايه ده؟ هنا في بار ودمبل، يبقى انا اختار انهي زي كده. انا جبتك قلت لك اختار ما بين الكوره والباسكت، كره القدم والباسكت. طيب. دي رياضه ودي رياضه، دي ليها اهداف أكيد. دي ليها اهداف. أكيد. بس هما بيتقابلوا في حته وينفع تعملهم هما الاثنين مع بعض. عشان كده الناس دايما بتسال اعمل انهي. فالمهم ان المنتور بتاعي ماركوس فيلي، هو شغال بنفس الميثود اللي انا كنت حاببها. فابتدى من ساعه ما ابتدى يبقى ليا منتور، وبقيت دايما بساله ودايما بشتري البروجرامز بتاعته واقارن. والله الفرق بيننا وما بينهم لا يذكر. يعني لما انا كنت بجتهد مع نفسي واعمل بروجرامز وابقى شاكك فيها يا ترى هتبقى حلوه ولا وحشه، هتنفع ولا، واشتري البروجرامز بتاعته، بلاقي ان حاجتي متكامله عنده بشهاده ناس. يعني جربت على الناس، مش ان انا اللي بقول في نفسي، لا جربت على الناس الحاجات اللي هو اشتريتها منه، وجربت على نفس الناس الحاجات اللي انا عاملها. احنا كاشخاص بنبقى اضرب شغلنا واضرب ظروفنا عن عيشتهم، بس عشان حته ده راجل اجنبي وجيناته كويسه وهناك ما فيش تلوث وهناك كل حاجه سهله. دي نقطة حلوة جدا، لأن أنا فهمته من كلامك إن مش بس إن اللي بره الخواجة اللي عنده البروجرام ده هو اللي فاهم المعلومة، بس هي فكرة هو مين اللي راح دور على المعلومة. بالظبط. بغض النظر. صح. طب ما هو زويل طالع من عندنا. صح. فاهم قصدي؟ يعني هي هو علم هتروح وراه هتجيبه وهتنتفع بيه وهتنفع ناس بيه. بالظبط. مش هتجيبه هتبقى جده زي ما انت قلت. هتبقى جد. ودي حاجة بصراحة أنا أفتكرها قوي لما دخلت طب أسنان. كان في حاجة كده اتقالت لي من والدتي الله يرحمها، هي كانت دكتورة نسا ولادة. ما شاء الله. فمرة سافرنا أنا وهي وكنا أجازة يعني في الصيف وكده، فقلت لها ماما إحنا هننتخ، هاتي بقى كتاب كده وأنا أجيب كتبي بقى وأقرأ أنا في حاجتي وأنت تقرأ في حاجتي. المهم أنا كنت جايب أظن رواية أو حاجة، ولقيتها هي جاية كتاب قد كده، طرق الجراحات الجديدة في القيصرية. ده دكتوراه ده هي اجازه هي اجازه هي كده تعمل دكتوراه في بتشيل على البحر كده وبتقرا بيعملوا جراحات في القيصريه كده. شفت الدماغ بقى دي. هي دي. ودي حاجه انا بصراحه لما والدتي الله يرحمها قالت لي الكلام ده، يعني ما كانتش بصراحه واكله معايا. لما اللي هو انا كنت في الجامعه واوريدي ابتديت اكتشف ان مش حاسس نفسي قوي، وبعدين قالت لي الجمله دي ان دي حاجه للعمر تفضل تدرس وانا بالنسبه لي هو انا مش هخلص 6 سنين دول واقلبهم كده، لا انا هذاكر تاني وده هذاكر تالت. بالظبط. ويمكن ده كان من الاسباب اللي انا ابتديت افكر فيه، طب هو انا ايه الحاجه اللي انا ممكن احط فيها المجهود ده. عندي الطاقه ان انا ابقى عايز اعرف عنها. بالظبط. وهي دي الفكره. ما انت بتقول لي ازاي تشتغل بهوايتك او بالحاجه اللي بتحبها لو ما ذاكرتش، او لو انت ما عندكش اصلا شغف ان انت تذاكرها وتتعلمها، يبقى مش هي دي، ده مش الكول بتاعك. بكل صراحه يعني. ممكن الكلام ده يفاجئ ناس ويضايقها ان انا طب ما انا بحب حاجه بس مش عايز اعرف عنها حاجه. لا، يبقى في حاجه تانية ممكن تحبها اكتر. لان انت لو بتحب الحاجه، انا مش هبطل اتعلم. انا كل يوم اي جديد هبقى عايز اقرا عنه. والفكره ان انت مش هتبقى بتجري او مش بتزق نفسك عشان تعمل كده خالص.
انت شوف والدتك، انت رايح اجازه صح، بالظبط. والاجازه ده الواحد بيعمل اكتر حاجه بيحبها، فهي اختارت الكتاب اللي هيفيدها في شغل، فخلاص هي تمام aligned. فانت راقب نفسك برضو، عشان اللي لسه مش عارف هو حابب ايه ولا عاوز ايه. انت لازم تاكسبلور، ده رقم 1. رقم 2، انت لازم تشوف انت بتتشد لايه، عايز تعرف عن ايه. بره في الصين بتهيالي، او في بلد من بلاد بتاعت بره، عشان هو تعليم، نظام التعليم مختلف. من وهم صغيرين بيدخلوهم في اوضه، الاوضه دي فيها لعب وفيها، يعني مش شرط لعب، اشياء عموما، طياره، عربيه، بتاعت دكتور. بيشوف كل طفل اتوجه ناحيه ايه، راح ناحيه ايه، مع ان ده مش شرط يبقى ده الاساس بتاعه، مش شرط ده اللي يكمل عليه، بس على الاقل بيساعدوهم ان هم يقووهم في الحاجه اللي هم هيختاروها. انا لو قويتك في حاجه انت مختارها من قلبك، انت سوبر باور، انت مش هتبطل تتعلم، مش هتبقى عايز تقف من ده. فانا بقول لك على مدار الجيرني دي، اكيد كان بيجي عليا وقت بحس ان انا ايه ده، انا تمام، انا فهمت التيتا وفهمت ازاي خلاص امرن، فهمت ازاي. لا 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 لا، برجع اشطب كل اللي انا اتعلمته، وابتدي فروم سكراتش، وبلاقي ريزلتس جديده، وهكذا. فهي هتبقى بتعمل الحاجه اللي بتحبها، بس تعبها في ان انت مش هينفع تبطل تتعلم. الحته اللي انت هتيجي تقول انا تمام، اعرف ان انت بتقع، مش واقف مكانك حتى. وهيبقى تعبك راحه. هيبقى مش راحه طبعا. صح، يعني طبعا. انت تعبان بس انا مبسوط، طبعا. بتعلم حاجه جديده. طبعا. وهيبقى تعبك بتشوفه، يعني بتشوف نتيجته على طول لو انت بتبراكتس بقى. نيجي خلصنا الساينس من غير براكتس، آه علم في كتاب مطرب في مكتبه محدش بيخشها. لو مش هتطبق اللي انت بتذاكره وبتعلمه، ملوش اي لازمه، هتنساه تاني يوم، هتنساه. فمش المرهق في الكارير بتاعنا برضو في الفتنس، ان في حاجه اسمها تيستنج. انت اي حاجه بتذاكرها في كتاب لازم تتعلمها عليك، تجربها انت، تحس بيها عشان اقدر اقنعك بيها. انا لو مش عارف ان 20 عده سكواتس بوزن الجسم لحد اوفر ويت هتبقى كتيره، مش هبقى حاسس بيه. لو جه عند العده ال 12 وقال لي انا ركبي وجعاني، ممكن ما صدقوش. لكن انا عشان عارف وجربت وذاكرت وجربت على نفسي وشفت الاحساس بتاع ال 20 عده دول، فخلاص هبقى تمام. لا، ده مش بيكذب. هو ده الفرق هيبقى بينك وما بين اي حد بيشتغل الشغلانه عشان الشو بتاعها، عشان الفينش لاين بتاعها. كل الجيل اللي طالع مركز على الفينش لاين، مش بلومه، بس هو صحي فتح عينه لقى موبايلات، ولقى ناس عماله فاتحه مشاريع هنا، وبيسافر تلف العالم هنا بحاجه بيحبوها، فخلاص انا عايز ابقى زيه. مش عايز ابتدي زيه، انا عايز ابقى زيه دلوقتي. انا عايز افتح بيزنس زيه، انا عايز افتح الجيم ده بالفروع بتاع. طب انت عارف التضحيات، عارف البروسيس ماشيه ازاي؟ لا. عشان كده انا جه عليا وقت وعملت داون جريد للبيزنس. بعد ما كنت شريك في جيم، حاليا انا بفريلانس بشركه. اوكي. يعني انا حاليا بدل ما انت كنت شريك في شركه شريك. بقيت. انا حاليا اه ماليش مكان، يعني ماليش جيم، اوكي. ماليش كروس بوكس. انا عندي شركه بتقدم سيرفيس في اماكن قائمه بذاتها، عشان ولا ادفع ايجارات ولا ادفع مرتبات ولا كده، عشان اركز في السيرفيس. انا اخترت الفريم اللي ناجح مع بهاء، مش فريم النجاح اللي المجتمع حطه اتفق عليه. الشغلانه دي. انت تكبر يبقى تفتح شركه. طبيعي، كوتش هيد كوتش، يعني اسيستنت كوتش هيد كوتش، اونر لجيم، اونر الجيم. فروع. انا ده ما مشيش معايا. ليه؟ لان انا كان عندي كذا حاجه تانية بحبها، كذا حاجه تانية عايزه اكسبلور فيها واجرب فيها. مش بهاء مش مدرب. انا مقتنع برضو ان زي ما كنت بقول لك، بهاء مش مهندس أيوة. خالص. بهاء مش مدرب بس، يعني بهاء مش مهندس خالص. بهاء مش مدرب بس. عشان كده حته التمثيل والكونتنت كرييشن، الاعلانات دي، انا بلاقي نفسي فيها جدا، وبتكمل شخصيتي او بتكمل الحاجات اللي حاببها يعني. فعشان كده بقول لك ساينس يجي بعديها البراكتس، الاتنين مع بعض هيخلوك تقدر تسستين. ده يجيبنا الموضوع سستين بقى. من هنا بقى نروح على اسم الشركه. قول لي بقى ايه سستين اكس. زي ما كنت بقول لك، انا قعدت 6 شهور اه عشان اختار اسم البراند بتاعي. اوكي.
والبراند وده اللي بيقدم سيرفيس صح؟ ده اللي بيقدم سيرفيس في حته مختلفه. عشان اخد خطوه ان انا يبقى عندي شركه، قعدت 10 11 سنه في الكارير ده، وقعدت سنين متردد. يعني هقول لك من 3 4 سنين كنت متردد، والناس عماله افتح حاجه لنفسك، وانا طول عمري بقلل من اللي انا بعمله، او بقلل من ممكن اقول التولز السكيلز الحاجات اللي عندي اللي تخليني ممكن اقدر اتحمل مسؤوليه ده. لان انا طالما هفتح حاجه او هتحمل مسؤوليه براند، لا يبقى لازم كل حاجه 100%. ده مش صح قوي، بس انا كباك كنت شايف كده ان انا مش كفايه، دايما احساس ان انا مش كفايه، لسه فيه محتاج اتعلم اكتر، محتاج اجرب اكتر، مع انه وقتها كان كفايه. ده اللي اكتشفته. بس عادي مش ندمان، لان زي ما كنت بقول لك التجربه والترايل اند ايرور في المجال ده قواني. يعني الفشل فيه، وان انا شفت كتير، وان انا شاركت ناس وكنا مثلا مختلفين، دماغتنا مختلفه، استفدت منهم، استفادوا مني. الحاجات دي كانت مهمه عشان لما اقول انا هفتح براند، الميشن والفيجن بتاعه يبقوا باينين وظاهرين، وبرضه الايند معايا، مع الكونسبت اللي انا عايز امرن بيه، مع وجهه نظري في الشغلانه دي. فمن هنا لما جيت ادور على اسم بقى، واحد ابن حلال قال لي الاسم هيطلع منك، من الجيرني، من الرحله. ايه اكتر حاجه انت استفدتها من الرحله؟ قلت له ان انا قدرت اكمل كل ده. قدرت اكمل. مع لحظات الاخفاق، فلست، اكتئبت، زعلت، اتحاربت، عرفت افضل موجود واعمل اللي بحبه. فمن هنا جت حته سستين اكس. سستين اللي هو ازاي الواحد يكمل، يبقى ازاي يبقى عندك قوه التحمل انك تقدر تكمل وتوصل اللي انت عاوزه مهما كانت التشالنجز اللي بتقابلها. بشوف ان دي اهم سكيل لو عندك، حطها على اي شغلانه هتنجح والله بجد. يعني الفرق بينك وبين اي حد وصل لاي حاجه ايه؟ انه ما زهقش، بالظبط استحمل، بالظبط. مش انه كان شاطر. صح. ياما هجيب لك تسامي ناس كتير كانوا شاطرين لفتره ما، وحاليا انت ما تعرفش عنهم حاجه. عشان كده انا دايما بقول للناس انا ولا اشهر مدرب ولا اجمل مدرب ولا، بس انا بقالي كتير. بقالي كتير دي انا بشوفها ايدج، انا بشوفها ميزه. ممكن يعني حد تاني يقول لك طب ده انت بقالك كتير بس ما نجحتش النجاح اللي يستاهل. لا دي مش بتاعتك ولا بتاعتي، دي بتاعت ربنا اللي هو ادرى بقى ايه امتى الحته دي. وايه تقييمك للنجاح بالظبط، يعني انا ناجح آخر- النجاح اللي بالظبط. لايق على اللي انت خبرتي. عايزه وخبرتك صح. سهل جدا والله يا طارق. اروح بكره عندي في ناس كتير عايزين يشاركوني، في انفستورز، في يلا نفتح مكان قوي جدا، بس ها وبعدين ما انا كان عندي مكان كبير وحلو وكل حاجه. البروسيس بتاعت انك تشغله بقى، تعالى، وانك تشغله ويفضل شغال فتره زمنيه حلوه ويفضل طالع وتطلع منه بروجكتس تانية، ده موال. عشان كده الشباب اللي طالع بقى دلوقتي اتعلموا كام حركه، ويلا انا عايز افتح براند باسمي. اهدى بس اهدى. او هتفتح حاجه الكواليتي مش هتبقى تمام. عشان كده لما جيت افتح الشركه، يا جماعه انا عملت ديل مع اماكن عايزين يشتغلوا مع بهاء، بس انا هاجي مش بهاء بقى، هاجي بالايدنتيتي بتاعتي عشان ما حدش يستغل بهاء واتسحل في البروسيس بتاعته وما استفدش في الاخر. فكان في سنه انانيه، بس عشان ابقى حاجه انا مسؤول منها فدبست نفسي. وده مصطلح مهم جدا لاي حد خايف ياخد خطوه في اي حاجه. دبس نفسك. انا دبست نفسي. يا جماعه دي شركتي، طب يترتب عليه انا لازم ابقى متاكد جدا من الكواليتي بتاع كل حاجه. يترتب عليه ان انا لازم اشتغل كل يوم واذاكر كل يوم. يترتب عليه ان انا لازم ابقى بريزنت. فهبقى بريزنت هيترتب عليه بقى العكس. ففي الاخر هتلاقي ان انت بنيت حاجه. يعني قد ايه كنت متردد ان انا اعمل بيج من الاول واسمي من الاول. ياما عملت بيجات لجيمات واشتغلت معاها ونجحتهم ومشيت. طيب الفيرست ستيب دي بتبقى صعبه جدا. هبتدي فروم سكراتش وتسحل في التعب. والله سحر بقى. تعب بيجيب تعب، خطوه بتجيب خطوه. بتشتغل على نفسك عشان خاطر بروجكت معين، البروجكت ده بيجيب لك شغل تاني. بتخاف من المسؤوليه فبترمي نفسك فيها، فالمسؤوليه دي بتعلمك سكيلز سكيلز سكيلز، فتستاهل النجاح. احنا عمالين يا رب، انا دايما بدعي ربنا يا رب انا عايز ابقى غني زمان، يعني عايز ابقى مشهور، هل انت تملك السكيلز والمسؤوليه بتاعت الحاجات اللي انت بتدعي بيها دي؟ اي حاجه دعيت ربنا بيها والله العظيم 3 معظمها حصل، بس حصل بعد ايه؟
بعد ما طلع عين اهلي، بس انا مش متضايق. ليه؟ لان بقيت جاهز للحاجه. قعدت 10 سنين عايز ابقى 12 سنه بقول عايز امثل، لا 12 15 سنه نفسي امثل، عايز امثل. كلام كلام كلام. وايام ما كنت مهندس اروح لهم الشغل، اعمل فيديوهات معاهم واهزر في الشغل وبتاع، اصل انا بحب التمثيل. عملت ايه؟ اول ما ابتديت اسكت واشوف في الواقع انت بتعمل اللي لايق على افكارك ولا هي مجرد افكار، ابتديت اخد ورشه، اقابل ناس، اروح اعمل حاجات من غير فلوس خالص، بس يبقى في كاميرا ويبقى في مايك ويبقى في الرهبه بتاعت الكلام اللي انت بتقول في خيالك ان انت بتعرف. لا، انا اول فيلم عملته كان فيلم قصير صامت لجامعه ما حدش شافه، مشروع تخرج ما بالتالي ما نجحوش، وكان صعب جدا بالنسبه لي. يعني فاهم ان انا فكره امثل من غير كلام واقعد اعمل رياكشنات اوفر. وانا كمان بجد والله. طيب شوف، بس ما كملتش. الحمد لله. انا شفت شكلي مبلم كده. اه ايه القرف ايه ده؟ اتصدمت انا بقى. هي دي حته ان انت بتنزل لارض الواقع تشوف الفرق ما بين الافكار اللي في دماغك والواقع. بهاء الممثل القاهر. انت شايف نفسك نجم، كلنا شايفين نفسنا نجوم، الواقع ايه؟ محدش عارفك. سيبك انزل. انت نجم. يا ربنا يبارك لك، ده انت عشان راجل محترم. فانا بقول لك كان في فجوه ما بين الافكار اللي في دماغي والواقع. كذلك في الرياضه، انا عايز افتح براند نفسي. اول ما بقيت شريك في مكان كرهت الشغلانه. تخيل. لان لقيت نفسي بتسحل في بروسيس تانية غير الشغلانه نفسها. المناديل، الناس بتشتكي ما فيش مناديل في بنت بيقولوا في تحت وهي طالعه اتعكست، المكان ده بتاع مين؟ انت بتتحمل مسؤوليه كل حاجه تخص المكان ده. هل انت قد ده؟ فبقيت دايما بقى لما باجي ادي بحاجه ابقى خايف. يا رب يا رب ابقى جاهز لها. يا رب ابقى جاهز لده، يا مش يا رب ابقى عايز ده وخلاص. يا رب جهزني لده. يا رب انا نفسي في حاجه معينه، جهزني ليه. بيحصل ايه؟ بيحصل شويه تشالنجز وشويه حاجات بقى رخمه سنه متعبه، هي دي اللي بتوصلك للنتائج عشان تبقى نتائج حقيقيه. لان انا فان يعني، او يعني بقدس النجاح البطيء. انا فان للنجاح البطيء، مصطلح النجاح مش اللي بوم فجأة ضرب فجأة وقع فجأة. انا نفسي لما اوصل لاي حاجه الناس تقول الولد ده يستاهل، ده شقيان من زمان. انا بالنسبه لي دي اهم من هو مين اللي طالع ده. فاهم حاجه؟ طبعا. يعني انا ما بقول لك اول دور جالي بعد 15 سنه ورش وكاستنج هنا وهنا واعلانات هابطه وافلام ما تتشافش وحاجات بروجكت. اول دور يعني في السينما، ولما الناس شافته ما قالوش ايه ده اشمعنى انت، قالوا يا اخيرا ده انت تستاهل اكتر من كده، ده انت تستاهل تتشاف. هو ده انا عاوزه. في الفتنس يا عم، وانت ليه لحد دلوقتي ليه ما عندكش جيم باسمك؟ مش عاوز. انا عملت داون يعني ببتدي فروم سكراتش عشان اطلع واحده واحده، اللي هو طب ننجز نفتح فرع تالت او نشتغل في فرع. انا دلوقتي سستين هي بتقدم سيرفيس في اماكن، فانا بقدمها في مكانين بس. ناس تقول لي طب تعالى زايد، طب تعالى. مش هروح غير لو معايا التيم اللي يقدم نفس الكواليتي في اول فرع خالص. ما بتروح تاكل برجر في حته معينه عشان بالظبط. بتحبها في حته معينه وبتتضايق قوي اللي هو انتوا الفرع اللي هناك ده احسن. انا مش عايز دي. انت بتفكرني بهرم الجيزة. بقى في كام سنة؟ اظن 27 24 حاجة كده. طوبه بس طوبه يعني. طوبة لحد دلوقتي. اه لحد دلوقتي بالظبط. انا بشوف ان ده ممكن ناس تختلف معايا، ممكن ناس تقول لا حس بقيمتك وخد الريسك وبتاع. انا بحترم المجهود والنجاح البطيء اللي ممكن المجهود دلوقتي مش لاقي على النتيجه. يعني انا عارف ان انا بتعب دلوقتي زياده عن اوفر في المجهود. وده برضو من وجهه نظر، او من وجهه نظر انا في رايي ان ربنا ادرى. يعني احنا كبشر لما بنيجي بنتعب في حاجه، دايما تلاقي الناس كده ده انا طلعان عيني واللي باخده قد كده. قانون الاستحقاق ده ساعات بنطبقه غلط. ومعظم الناس بقى كمان اللي في كوربريت اللي شغاله في شركات، انا شغال 4 شغلانات وباخد مرتب مش عارف اقل من، انا اللي زي دلوقتي بيقبض كذا وكذا. للاسف مش عايز اضايقهم يعني اكسكيوز يعني بشوفها. هو تمام ان يبقى عندك طموح وان انت بس ما تركزش مع النتائج لدرجه تشيل
المجهود بتاعك. طب لو هتدي نصيحة أخيرة للناس بتتفرج عليك تقول لهم إيه؟ بلاش لو هتدي نصيحة لبهاء وهو عنده 19 سنة. ما تخافش على تعبك. الناس ما يعني انا بشوف ان معظم الناس بتخاف من الافورت، بتخاف من النجاح مش بتخاف من الفشل. النجاح متعب جدا، عشان كده الناس بس مش عايزين يواجهوا لنفسهم ان ده النجاح. فاهم حاجه؟ يعني هو النجاح مستخبي في شويه حاجات متعبه جدا، فاحنا كلنا بنريزست ده، صح. مع ان احنا عارفين النجاح هناك اهو، بس انا مش قادر اعمله. متعب، متعب، ومتعب ان انت تفضل عليه. فبنقنع نفسنا لا مش ده انا عايز شورت كات، انا عارف انا هعمل ايه وبتاع. لا، هو مفيش شورت كاتس. الموضوع الاختصارات ده كدبه كبيره في اي حاجه، مفيش شورت كاتس. على صحتك، شكل جسمك، الكارير بتاعك، الفلوس. واللي بيوصل بسرعه انا بشوف دي بقى حاجه عند ربنا، الله اعلم. بس الطبيعي ان هو ما بيفضلش كده، يعني في حد بقى غلط. واظن يعني انت حاجه حلوه قلتها، لو ده حصل فده برضو تحدي تاني ان انت كان يو سستين. بالظبط، هنرجع تاني تتحمل مسؤوليه النجاح اللي حصل هتسستينه بسرعه. ولا لا. وممكن تتحملها، ممكن فعلا تقول خلاص يلا يا جماعه احنا كبرنا، يلا بينا بقى نأدي اكتر نأدي اكتر، احنا حلفنا الحظ. وممكن ما يبقاش خير ليك اللي انت عمال بتجري وراه ده. يعني اعرف ناس صحابي كتير والله الشهرة كانت سبب تعاسته، والفلوس. انا بقول الحاجات دي ليه؟ لان هو ده اللي السوشيال ميديا دلوقتي بتصدره، وده اللي بيتحط يعني اهداف للجيل اللي طالع، شهرة وفلوس. وانا في يوم من الايام اكيد كنت نفسي اتشهر وابقى غني جدا. حاليا والله العظيم مش بقول كلام كلاشيهات، بس فعلا مش عاوز الحاجة غير لو استاهلها، ما تستاهلها. او ابقى اقدر اتحمل مسؤوليتها. ما تبوظنيش، ما تبوظ. ما تخلينيش يعني بجري ورا الدوبامين والشهوة والحاجات اللي هي ايه، وهمية. لا، انا عايز يبقى في البروسيس فيها يعني توازن، في ايفورت بيتحط وفي نتيجة، سواء لايقة على الايفورت او لا، بس يعني يبقى في نتيجة طبعا ايه تهدي. بس effort. بهاء انت تستاهل كل خير، والله انت اكتر. وانت بتحط effort جميل، فتhank you for sharing this معايا، وبجد انت نورتني. انا مبسوط جدا، ومبسوط زي ما قلت لك بالكرسي ده اكتر واكتر. فرصة سعيدة بهاء. شكرا.